كنت قاعد بقلب في الاكونت بتاع التيك توك بتاعي، فلقيت نفسي ان انا كنت عامل فيديو السنه اللي فاتت. بتكلم فيه عن موضوع اثار الجدل جدا، ونص التعليقات تقريبا الناس بتقول لي انت مش فاهم حاجه، وان انت اللي انت بتقوله ده اي كلام، وانت اصلا موجود في كندا، انت اصلا مش عارف ايه. تعالوا نشوف. فهو الفيديو طبعا انا مسحته وبطلت اساسا اعمل حاجه على التيك توك اصلا ليها علاقه بكندا. مش عايز وجع دماغ. طيب ايه موضوع الفيديو اللي عمل المشكلة دي؟ اللي حصل ان انا كنت بتكلم في موضوع اللي هو لو انت حتى شغال في كندا ووظيفة كويسة، حاجة كويسة جدا انك انت يكون عندك شغل خاص جانبي، ما يكونش وظيفة. مش بقول لك وظيفة تانية، لا، شغل خاص بتاعك، مشروعك خاص، يعني لان ده هيقلل عليك الضرايب. يعني خليني اكون برضو صريح ويعني ومتصالح جدا ان الكونسبت اللي انا بتكلم فيه دلوقتي بشكل عام كده، ارمي لك الكلام ومن غير تفاصيل مملة في الموضوع. يعني سهل جدا 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 ان هو يساء فهمه، لان بتكسب كتير معناها ضرايب اكتر. وان كان يعني الحيتان الكبار قوي ما بيدفعوش ضرايب، يعني مش كلامي، روحوا اسمعوهم بنفسكم، يعني ما بيدفعوش ضرايب. ولكن انا بتكلم على الناس ايه اللي هو الشعب بقى، انا وانت كده وانت فاهم، وكلنا كده، يعني الشعب. المقصود انك انت مثلا، يعني لو انت بتكسب، بص، في طريقين. طريق الوظيفة، نفترض مثلا انت بتاخد $1,000,000 في السنة، تمام. طريقها واحد، هتدفع نصهم ضرايب، خلاص، خلص الموضوع، خلصت، ما فيهاش اي حاجة. يعني حتى لو لقيت اي حيلة كده توفر ولا بتاع، هتبقى حاجات هبلة، تمام. لكن لو انت بتكسب $1,000,000 من بيزنس او مشروع خاص، لا، انت هنا الكلام يختلف بقى. انت عندك طرق كتير، انك طبعا بناء على طبيعة الشغل اللي انت بتعمله، بناء على تخطيطك الضريبي من الاول، من قبل ما تكسب $1,000,000، بناء على فهمك انت بقى وقرايتك وتعاملك مع الناس والكونكشنز اللي موجودة عندك وشبكة العلاقات وكل الكلام من ده، بتقدر تحدد من الاول. لان الغلطة الكبيرة اللي الناس بتقع فيها، ودي كانت من حاجة علقت معايا جدا من من كتاب قريته، اللي هو بيقول لك ايه، الناس بتروح تعمل فلوس بعد كده يقول لك تعالى ازاي بقى ما ندفعش ضرائب، او ازاي نوفر الضرائب. لا، انت قبل ما تكسب الفلوس لازم تبقى عارف انت ازاي مش هتوفر من الضرائب. خليني بس اكد على حاجة، ان كل الكلام اللي احنا بنتكلم فيه ده مفهوش اي شبهة تهرب ضريبي ولا اي حاجة، كل حاجة مظبوطة 100%. الفكرة في الموضوع اللي هو انت ازاي بتعرف تتعامل او هتعرف تتعامل مع الفلوس اللي بتجيلك، تمام. ده كان كل الموضوع. طيب انت عندك هنا في نوعين من الناس في موضوع التعامل مع الفلوس والارباح وتحقيق النجاح المادي والكلام ده كله، تمام. آه اول حاجة، في ناس بالنسبة لها النجاح المادي انا معايا كام في البنك، يعني انا عندي مشروع، المشروع ده بيكسب كام، بيكسب $100,000، دفعت مش عارف ضريبة قد ايه، على حسب يعني نوع الشركة والكلام ده، دفعت الضريبة بقت الفلوس اللي معايا دي خلاص بتاعتي. وفي ناس تانية يقول لك انا معايا قد ايه assets بتجيب لي فلوس، بغض النظر عن المبلغ، كسبت 1000، كسبت مليون، ازاي ازاي اقدر احول الفلوس دي تبقى assets تجيب لي فلوس، واكبر الثروة. انا ما بحبش اتكلم كلام الثروة والبتاع، وان كان طبعا كلام مهم يعني، ولكن يعني ازاي اكبر شركتي، خلينا نتكلم بصيغة الشركات، تمام. فده نوعين من الناس. انا بقى حظي ان انا وقعت مع الناس اللي هو انا معايا كام في البنك، تمام، اللي هو انا كسبت كذا، ضرايبي كام، خد يا عم الضرايب بتاعتك، فلوسي بتاعتي في البنك، انا كده تمام. الكلام اللي يقول لك عكس كده لا، غلط، ده انت كده غلط، مش حقيقي. فتعالوا اقول لكم على شوية تعليقات كده من اللي جات لي، ولما خدت واديت معاهم كده في الكلام وصلنا لايه في الاخر. اول حاجه، الحاجه المشتركه في كل الناس اللي عرضتني وقالت لي ان انا ما بفهمش حاجه وان الكلام ده غلط، كلهم مجمعين يعني ان هم بقالهم سنين اكتر بكتير، اللي بقالها 30 سنه، واحده تانية بقالها 15 سنه، واحده بتقول 24 سنه، بقالهم هنا سنين في كندا، وانت لسه جديد، فانت ما تعرفش حاجه واحنا اللي نعرف اكتر منك. طيب تمام ماشي، ما فيش مشكله، تعالى نتكلم بالعقل كده ونشوف يعني مين فينا الصح ومين الغلط.
فواحدة سيدة فاضلة بتقول لي: "والله أنت كلامك" بكل ذوق واحترام، يعني "ماشي تمام، بس اسمح لي كلامك كلّه غلط اللي أنت بتقوله في الفيديو ده." ف لإن أنا عملت $8000 السنة اللي فاتت ودفعت نُصّهم ضرايب. طيب هو حضرتِك مش عشان كسبتِ وعملتِ مثلًا $8000 ودفعتِ نُصّهم ضريبة، يبقى حضرتِك كده أنتِ الصح وإحنا اللي غلط. ما جايز تكون حضرتِك في معلومات أنتِ مش عارفاها، جايز تكوني أنتِ دماغِك في الbusiness مثلًا مش يعني مش قوية بالدرجة الكافية إنِّك أنتِ تقدري تطلعي بحاجات كده ثغرات وبتاع تقدري تمشّي بيها أمورِك. إيه المشكلة؟ تمام، نبُص في الموضوع. لأ، أنا عملت كده وأنا باقول لك ده اللي أنا ده هو ده الصح. وبعدين أساسًا موضوع الضرايب ده في محاسب هو اللي بيكون مسؤول عنه. دخّلتني في حتّة اللي هو أنا ما باعملش الضرايب بنفسي، يعني حتى الضريبة الشخصية السهلة ما باعملهاش بنفسي، المحاسب هو اللي بيعملها. مش باتكلّم في كده، أنا باتكلّم في طريقة تشغيل المشروع. هو ده طريقة تشغيل المشروع، هو ده اللي أنت لازم تكون أنت على دراية بيه كويسة. حتى لو المحاسب هيساعدك في السنة اللي بعدها والكلام ده كلّه، أنت لازم تبقى عارف أنت بتعمل إيه. تمام، ده كان أحد الأمثلة. فلمّا جيت قُلت لها: "طب حضرتِك ليه ما فكرتيش إنِّك أنتِ تعيدي استثمار المبلغ اللي أنتِ كسبتيه ده في حاجة يكبّر لِك المشروع أكتر، بدل السنة دي ما بتكسبي $8000 السنة اللي جاية تكسبي 10، السنة اللي بعدها واللي بعدها 12، 15 على حسب أنتِ تقدري تعملي إيه." تمام، طيب ليه حضرتِك ما خدتيش مثلًا جزء من ال8000 دُولة وحطيتيهم في حساب مثلًا زي الRRSP، ده هيقلل من عليكِ الضرايب شوية، غير حاجات كتير. تمام، طب ليه وإن كان يعني هو مبدئيًا كده هي أكيد مدخّلة مصاريف زي مثلًا لو بتشتغل من البيت أو حاجة، مصاريف من الإيجار، مصاريف ما كل ده توفير حضرتك. يعني أنت دلوقتي لمّا تكون مثلًا عندك مشروع، أنا دلوقتي مثلًا بادفع وليكن $2000 في الشقة بتاعتي، وأنا عندي مشروع واخد ربع مساحة الشقة، أنت ليك تقريبًا لحد 30% على ما أتذكر يعني 30% من مساحة الشقة، أنا دلوقتي واخد ربع مساحة الشقة. خلاص، طب ما حضرتك في 25% هيدخلوا في مصاريف تشغيل المشروع بتاعك. تمام، في 500 كده، يعني أنت يعتبر فعليًا أنت بتدفع 1500. تمام، وفي 500 داخلين في مصاريفك التشغيل كأنك واخد مكان برّه. فواتيرك حضرتك بتاعة النت والكهربا والكلام في نسبة بتتخصم منهم. تمام، أنت ممكن تدخّل فاتورة التليفون، ما أنت كل الحاجات دي أنت أساسية، أنت كده حتى لو قاعد ما بتشتغلش أنت كده هتدفعها. تمام، ما كل ده بيدخل، ما أنت حضرتك دلوقتي بشكل غير مباشر بتقلل الضريبة اللي أنت هتدفعها، يعني ده بشكل غير مباشر. حلو الكلام؟ فما بالك بقى بالشكل المباشر اللي هو تعيد استثمار، تحط فلوس. وإن كان أنا ما عنديش حساب RRSP وده مش عامله لهدف معين يعني، بس ده مش موضوعنا يعني. آه، ولكن في طرق كتير. أنا إيه اللي يخليني أشتغل يعني حتى بالمكسب اللي هي كسبته، هو اوريدي في طريقة هي قللت الضريبة اللي هي بتدفعها على المبلغ ده. حد تاني سألني برضه، سألتني نفس السؤال: أنت بقالك كام سنة هنا في كندا؟ ده قبل أي حاجة، بسم الله الرحمن الرحيم كده، أنت بقالك كام سنة هنا في كندا؟ 6 سنين يا فندم، كان السنة اللي فاتت. طب أنا باقول لك ربّعت emotion ضحك كده، أنا باقول لك إن أنا 30 سنة والكلام اللي أنت بتقوله ده كلام غلط. أنا عندي business وبادفع ضرايب، وأساسًا المحاسبين هم اللي بيعملوا الضرايب. إحنا الدنيا مش سايبة كده، في ناس فريق محاسبين هم اللي بيعملوا الضريبة. يا فندم أنا ما قُلتش والله إن الموضوع أنا اللي باعمله بنفسي، أنا باتكلم على فكرة تشغيل المشروع. إزاي إن أنا أقدر أوفّر من هنا ومن هنا ومن هنا بحيث إن أنا أدفع ضريبة أقل. يعني بدل ما أدفع الأخت مثلًا اللي قالت أنا بادفع ده كسبت 8000 دفعت 4000، بدل ما أدفع ال4000 أدفع 2000، أدفع 3، أدفع 1000، ما أدفعش حاجة. في طرق إن أنت ممكن ما تدفعش حاجة. تمام، الطرق كلّها مشروعة زي الحاجات اللي إحنا بنتكلم فيها دلوقتي. تمام، بس هي الفكر بحد ذاته هو رايح فين وجاي منين. تعليقات كتير والسنة عدّت وعملت الضرايب وأنا صح، يعني ما فيش أي حاجة، يعني أنا ما قُلتش حاجة غلط من كل الكلام اللي أنا قُلته ده. فالخلاصة يعني بشكل سريع، مش عايز أطوّل عليكم أكتر من كده. لو أنت جاي جديد، لو أنت موجود هنا وبتاع،
اللي يقول لك انا بقالي 30 سنه، اللي يقول لك انا بقالي 50 سنه، اللي بيقول لك مش عارف انا بقالي 100 سنه، اسمع منه، لان طبعا انت تعرف تجارب الناس اللي قبليك واللي سابقينك، حاجه كويسه جدا. لكن مش معنى ان هو قال لك حاجه فخلاص اللي هو ده الصح، وده هو قاعد هنا اكتر مني فهو يفهم اكتر مني. انا في حاجات لحد النهارده في ناس صحابي جايين يعني بقالهم فترة قريبة، اللي بقاله مثلا سنتين، اللي بقاله سنة ونص، وأنا بقالي أهو 7 سنين ونص وعشت في مقاطعتين. أنا بعرف النهاردة حاجات قد تكون بديهية جدا لأي حد لسه جاي جديد، لسه بكتشفها دلوقتي. تمام. بس أنا عندي بفتح دماغي، ما ماشي، ما هو أنا مين المستفيد في الآخر؟ ما هو دلوقتي لو في معلومة أنا عرفتها، أنا حاجة كنت بعملها غلط وفي حد بيقول لي الصح بتاعها، ما هو مين المستفيد؟ هل عشان أنا بقالي 7 سنين ونص فأنا أبقى عارف أحسن منه؟ لا، مش شرط. ما هو انا المستفيد في الاخر لو انا صلحت المعلومه ده، وده بيحصل. لو صلحت انا اللي هستفاد، هو مش هيستفاد حاجه اللي بيقول لي. تمام. ولو حضرتك من الناس اللي هي بقى لها 30 سنه على راس، ما اعرفش ليه يعني كلمه رقم 30 ده بيتكرر كتير قوي في الناس اللي هي بتبقى موجوده في كندا. لو حضرتك من الناس اللي هي بقى لها 30 سنه في كندا وفاهم الدنيا كويس جدا، حضرتك وفي حد جه قال لك مثلا معلومه قد تكون انت بتعملها غلط او حاجه، ما فيش مانع انت تبص جايز يكون بتعمل حاجه، ما تكبرش، بنتعلم كلنا، فتح دماغك. بس اتمنى الفيديو كان فيه اي حاجه مفيده. اشوفكم الفيديو اللي جاي ان شاء الله. سلام عليكم.